السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فيديو بجد بجد تحفه. هنعمل بجزء من صدر الفرخه، هنعمل بيه اكله تحفه تحفه، والجزء الباقي ممكن نكمل بيه بقيه عزومه تشرف ليكي قدام كل المعازيم بتوعك، وكمان اقتصادية وفي نفس الوقت حاجة من الآخر بجد تحفة. هنعملها مع بعض في الفيديو بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة. بس يا ريت لو أول مرة تنوريني في قناتي، يا ريت تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت معايا ومنوراني قبل كده، يا ريت كومنت محفز، ويا ريت تجربي الوصفة وتقوليلي النتيجة. هنعملها مع بعض. من صدر الفرخة هنعمل كذا حاجة. ادي صدر الفرخة اللي احنا بجد هنعمل بيه الاعجاز. اول حاجة هشيل الجزئية ديت وهشيل الجزء اللي في الجنب. ممكن نعمله شاورما، نعمل بيه صينية جلاش جنب الاكلة بتاعتنا، ممكن نعمل بيه بانيه الشركات، وبجد بيبقى تحفة وعملت معاكم في القناة قبل كده. يعني الجزء اللي احنا هنشيله ممكن نعمل بيه أكلة تانية، والاتنين أحلى من بعض. وآدي معايا الجزء اللي أنا هستعمله، هفتحه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هفتحه نصين بالطريقة دي، بس مش هوصل للفتح للآخر، هسيب جزء وهسيب جزء كويس بحيث انه ينفع ويبقى متماسك معايا، ما يفتحش معايا اثناء ما انا بشتغل. واحطه بين كيس تلاجة كده فتحاه بالطريقة ديت، وابدأ بأي حاجة عندك اعمل عليه او ادق عليه زي ما انت شايفة. هوصله للسمك اللي هنشوفه مع بعض حالا. زي ما انت شايفة فردته بالطريقة ديت. الطريقة دي او السمك ده حلو جدا جدا. هعمل كده بقية الكمية اللي عندك او ايا كان الكمية اللي انت عاوزاها. شفتوا فاض قد ايه؟ هنعمل بيه وصفة تانية او وصفة جانبية لو في عزومة، ولو مش في عزومة هنعمل بيه اكلة ونقضي بيها يوم تاني. يعني زي ما قلت لك، صدر الفراخ شلت منه الرقب وشلت منه الجناحة وشلت منه الجزئية دي. الرقب والجناحة ممكن اعمله مع حلة محشي. هتبلها اهو، ملح، بهارات فراخ، وكمان حبهان او هيل مطحون، وشوية شطة، أنا بحب أشطشطها دي حسب الرغبة، وعصرة ليمونة. وهتبل بيها الفراخ بتاعتي. هنتبلها ونسيبها ونركنها على جنب ونجهز الحشوة. هعمل رز بالخلطة. ادي بصل انا دعكاه حلو بالملح والفلفل، هشوحها تشويحة بسيطة يا دوبك تدبل. انا مش عاوزاها غير ان هي تدبل. انا هعمل الحشوة بتاعتها دي رز بالخلطة زي اللي بتعملي بيها الحمام. هنزل بلوري وحبهان. الحبهان ده انا شلته بس ما جاتش في الفيديو. طبعا لازم تشيليه، لان لو جت في بق حد وهو بياكل بتبوظ الطعم نهائي. نزلت بالقوانص. طبعا الكبد بعدين انا ركناها ومقطعاها على جنب وركناها. وهاخد تشويحه بالقوانص بتاعتي لغايه ما الريحه تلاقيها كده، ريحه تطلع ترد الروح، ريحه جميله جدا. هاخدها تشويحة يا حبايبي زي ما احنا شايفين. هأكد عليكم، الحبهان اللي انا حطيته شلته، انا حطيته بس عشان تاخد الريحة، وبعد كده انا مش محتاجاه. هنزل بالرز بتاعي، طبعا انا غسلاه كويس، وبرضه هاخده تشويحة حلوة كده. الطريقة دي تحفة، والريحة وانت بتقلبيه وتشوحيه كده تحفة جميلة جدا جدا جدا. خليكم معايا يا حبايبي وهنشوف بقية
الوصفة بتاعتي. هنزل بالمية طبعا اقل من القدام العادي، لان انا عاوزاه اسويه 3/4 سوا. بصي يا حبايبي، انا لسه مولعه النار عليه، وقبل ما اطفي عليه بحوالي دقيقتين او 3 نزلت بالكبد بتاعتي. الصهد والدخان نفسه اللي طالع من الرز هيسويها بالقدر الكافي اللي يسمح ان انا اكمل سواها بعد كده في الفراخ بتاعتي. هسيبها دقيقة دقيقتين بالكتير قوي، وبعد كده هطفي عليه. ويلا مع بعض هنشوف هنحشي الفراخ بتاعتنا ازاي. اهو انا هسيبها دقيقتين وبعد كده نرجع نحشي الفراخ بتاعتنا. ادي الفراخ قعدت في التتبيله بقدر كافي. هنحط رز زي ما احنا عاوزين، ما تخافوش لانها مش هتفتح منكم، لان هلفها بورق زبده وكمان ورق فويل. والرز اللي هيتبقى معانا هكمل سواه، وهيبقى هيتحط طبق كده جنب الاكله، بجد جميله جدا. هلفه في ورق الزبده. انا لازم الفه كويس عشان ما يفتحش منك وانت بتسويه. حط الرز زي ما انت عاوزه وما تخافيش. وبعد ورق الزبده هنلفه اهو زي ما احنا شايفين في الفويل. لو انت لسه معايا لغايه دلوقتي صلي على النبي، ويلا نشوف بقيه الفيديو بتاعي عليه افضل الصلاه والسلام. انا غليت الميه طبعا، انا حاطه فيها شويه ملح، شويه حبهان او واحده حبهان لوري، فلفل اسمر. وقعد حوالي ما بين 35 و40 دقيقه، وخرجته. وهفتحه، وهفتح ورق الفويل، وبعدين هفتح ورق الزبده ونشوف الرول بتاع الصدر بتاعنا. لو انت عاملاه في بيتك كده كفايه قوي مع الرز بالخلطه اللي هيبقى فاضل. لو انت عاملاه في عزومه ممكن الباقي ممكن تعملي بيه صينيه جلاش جنبها، ممكن تعملي بيه طبق بانيه الشركات جنبه. شويه طماطم على شويه زيت، وابدا ادهن الوش بتاعه. لو عندك صلصة يبقى ده افضل، بس انا ما عنديش صلصة، خدت شوية طماطم مع شوية زيت ودهنت الوش ودخلت الفرن وحمرته بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. وبقيت الرز بالخلطة بتاعتنا تحفة جدا جدا جدا. بجد وصفة تشرف جدا جدا وتفرح أولادك، وتكلفتها بسيطة. انت لو تمسكي صدر فرخة هتعملي بيه كذا وجبة، وتفرحي أولادك وبأقل الإمكانيات. يا ريت اللي شافت معايا الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وأشوفك على ألف خير في الفيديو الجاي. في أمان الله حبايبي، سلام عليكم.